مساء الخير. ومثل كل يوم ثلاثة المساء عبر فيسبوك نواعم والOLN دوت تي في رح نحكي عن المستجدات بالجراحة التجميلية والطب التجميلي. اليوم بدنا نحكي عن البوتوكس، عن استعماله، عن فوائده، عن المشاكل اللي بتصير مع استعمال البوتوكس إذا ما وجد بأيدي ناس غير كفؤين، وين بنقدر نستعمله ولأي أعمار بنستعمله. اليوم بدي أقول البوتوكس هي مادة سحرية، لكن شرط أنه تكون المادة المقوننة الأمريكية مقوننة من قبل ال FDA. البوتوكس عرفناه من زمان وجاي انه منحقنه حول العين عند الناس اللي عندهم التيك يلي عينهم بتشد كتير من رخيلهم عضلة العين، لكن مع الوقت تطورت الفوائد تبعه، صرنا نستعمله لإزالة العبسة يلي بنشوفها عند بعض الناس، يلي كل ما كبرنا بالسن بنلاقي صار في عنا عقدة الحاجبين. إضافة لهيك بنرفع الحواجب، بصير في عنا خطوط بالعرض بنضحك، بصير في عنا كمان خطوط جنب العين وبتهبط العين بتسكر. نحن بنفتحهم من خلال حقن البوتوكس، وغير هيك بنقدر نستعمله للبوتوكس بأماكن أخرى، مثلا مثل الجامي سمايل. وقت ما الإنسان بيضحك ويبين اللثة عنده بنقدر نحقن بوتوكس لحتى تهبط الشفة، وهيك فعلا هالشي بيغير من الشكل الخارجي، لأنه في بعض الاشياء علاجها جدا بسيط لكن تقدر تعطي ثقة بالنفس عند الإنسان. هلأ اللي رح نبلش له هو حقن البوتوكس بالجبين. ومثل ما بنعرف هي شغلة كتير جدا بسيطة، بتستغرق يمكن 10 ثواني من الوقت. بناخد بعض العلامات وبنحقن البوتوكس على أساسها. وهيك بنكون تقريبا خلصنا الجبين بالبوتوكس. أما فيما خص جنب العيون نقدر نتخلص من البات دوا، كمان شغلة جدا بسيطة. أما عقدة الحاجبين اللي هي الأساس، لأنه وقت ما بنعبس بيسكروا العيون، بينتزع جمال العيون. هيك بنقدر نحن نلجأ إلى حقن البوتوكس بهالمناطق وبنتخلص من العبسة اللي عم تزعج المنظر لفترات طويلة. هيدا البوتوكس خلصناه بمنطقة الجبين. علاج البوتوكس بده تقريبا من أسبوع لأسبوعين لحتى يبين بشكل كتير منيح. أما فيما خص الجامي سمايل أو وقت ما بنضحك بتبين اللثة، في عنا نحن عضلات كل ما بنضحك بيشقلوا اللثة. ببعض الحالات بيكون العضل كتير قوي لدرجة انه بتبين اللثة كتير ظاهرة وقت ما بنضحك. اليوم العلاج تبع هالمشكلة هو بالعادة كتير كبير. بنلجأ إلى قص اللثة عند طبيب الأسنان يلي هو كتير غلط، أو بنلجأ إلى تكسير الحنك وإعادة الوضع للوضع الطبيعي. كمان بيبقى الإنسان وجهه مورم 6 أشهر وما بيقدر ياكل لأنه بيثبتوله أسنانه، وهيدي الشغلة كمان كتير مزعجة. لكن الأسهل والأفضل هو البوتوكس. بخلال ثانية من الوقت نقدر نلجأ إلى حقن البوتوكس بهالمنطقة ونتخلص من هالمشكلة يلي عم بتعاني منها ساندرا صار لها يمكن سنين. وهيك بنكون تخلصنا من هالمشكلة يلي موجودة عند ساندرا وعم بتأثر سلبا على حياتها الاجتماعية والمهنية. يعني بصير الإنسان كل ما بده يضحك بنلاقيهم بخبوا تمهم، إنه بطريقة من لا وعي، لأنه ما بيكونوا منتبهين إنه عم يعملوا شيء غلط ومزعوجين من الضحكة سبونتينيوزلي، يعني بشكل كتير فوري. بس تضحك بتغطي
تمها لحتى ما تبين اللثة، لأنه بتعرف هيدا شيء منه جميلة. الهدف بالضحكة هو وقت ما بنضحك توصل الشفة لراس الأسنان، لكن وقت ما بتبين اللثة بيصير يبين إنه في شيء غلط بالضحكة. البوتوكس فوائده كتير، بنقدر نحقنه بمنطقة الدقن لحتى ما يصير في عنا هالطبعة وقت ما بنعمل وقت ما بناكل، وقت ما بنعلق، وقت ما بنحكي حرف الكاف ولا الثي ولا البي، بنلاقي هيدي الطبعة ظهرت اللي هي كتير مزعجة. فينا نحقنه بمنطقة العنق للحصول على النفرتيتي أو عنق النفرتيتي. فينا نحقنه بالعضل يلي هو ستيرنوكليدوماستويد ماسل، يلي هو بيخلق تشنجات بالرقبة، خاصة عند الأولاد الصغار يلي بيكونوا خلقوا وعندهم مشكلة بالعضل، وعلاجها عادة جراحي. لكن مع تطور البوتوكس صار فينا نتخلص منها من خلال حقن البوتوكس. إضافة لهيك بنقدر نستعمل البوتوكس تحت الإبط للتخلص من التعرق الزائد، لأنه مثل ما بنعرف عايشين نحن ببلدان تخفيف الوزن، هيدي شغلة كتير مهمة. فينا نستعمل بوتوكس بالمبولة عند العالم يلي عندهم المبولة العصبية يلي كل 5 دقايق بده يفوتوا على تواليت، ساعتها بنرخي المبولة وبالتالي بصير الإنسان مرتاح بحياته. في فوائد كتير واستعمالات كتير للبوتوكس رح نحكي عنها لاحقا، لكن علينا انه نتأكد انه البوتوكس لازم يكون بأيدي ناس كفؤين، ناس اختصاصيين يعرفوا يستعملوا هالمادة بطريقة فنية وعلمية من دون ما يأذوا الناس. وهيك مثل ما شفنا يمكن 20 سنة من الوقت بنقدر نحقن البوتوكس. نكمل بالوضع ونشرح عن كل الفوائد تبع البوتوكس تباعا. مثل ما بنعرف البوتوكس هي مادة مؤلفة من السموم. لازم يكون في معايير لحقن البوتوكس بوجه البوتوكس. لازم يكون المادة الأصلية الأمريكية المقونة من قبل ال FDA، يلي هيدي شغلة كتير مهمة. البوتوكس هو بويزن، هو سم مستخرج من البكتيريا من الكلوستريديوم. لكن كيف بدي أنا أقبل أحقن مادة سامة غير مقوننة وغير مرخصة من قبل ال FDA؟ كرمال هيك أنا بلجأ إلى المواد المرخصة والمقوننة. اليوم البوتوكس هو له استعمالات مش بس تجميلية، ومثل ما اكتشفنا البوتوكس بالأساس استعمالاته كانت طبية بامتياز، وبعدنا لهلأ البوتوكس هي مادة يمكن خففت الحاجة للجراحات اللي كانت تعتمد بالسابق اللي كانت كتير مأزية. بقول أنا منها تخفيف الوزن من خلال حقن البوتوكس بالمعدة. بنعمل أصل المعدة بالجراحة أو بنعمل حقن البوتوكس ب5 ثواني من الوقت من دون أذية، أي أفضل؟ اليوم في كتير اشياء بيسألوا عن البوتوكس، هل هو مأذي؟ اكيد البوتوكس هو بالنهاية سم، والسم لازم يكون بأيدي ناس كفؤين لحتى يعرفوا كيف يستعملوه من دون أذية. اليوم بدي اقول انا كل المضادات الحيوية هي بالنهاية سم بتقتل البكتيريا، لكن بدنا نعرف نستعملهم بمعايير معينة تتلائم مع الجسم. وبعطي على سبيل المثال من زمان كنا نخلق عنا مشكلة بالعضل تبع العنق، وكان الإنسان يخلق رقبته
مصنجي أو في عنده كونتراكشن على العضل، كنا نلجأ إلى عملية لقص العضل. لكن اليوم بقول ومع تطور الطب التجميلي من خلال البوتوكس منلاقي انه هالاشياء تخلصنا منها. مثل ما عم نشوف بهيدي الصورة نقدر نبرهن انه نقدر نتخلص من كتير من المشاكل الطبية من خلال حقن البوتوكس. اما البي اونيكا يلي بيخلق عنده اجره شادة على ميلة وحدة، كان من زمان نلجأ للجراحات العظمية، يعني عند الأورثوبيديك سيرجن للتخلص من المشكلة. مع حقن البوتوكس أصبحت جدا سهلة، ونتجنب العمليات اللي كان المريض يلجأ لعملية 2 3 وما تصح المشكلة اللي عنده، وصارت جدا سهلة مع حقن البوتوكس. البوتوكس اللي بنستعمله عند السيدات للمبولة العصبية، كثير من السيدات بيعانوا من هالمشكلة وبيصيروا عندهم نيروجينيك بلادر، يعني كل دقيقة بتصير تشد المبولة والسيدة بتحس حالها انه لازم تفوت على التواليت، لكن الكميات بتكون كثير قليلة. هون بنقدر كمان بربع ساعة من الوقت نعمل منظار داخل المبولة ونحقن بوتوكس بجدار المبولة يلي هو كفيل بحل المشكلة وما نلجأ للجراحة. كل هالاشياء هي خير دليل على انه البوتوكس اللي صرنا نستعمله هو كتير مهم خاصة بالتجميل. مثل ما عم تسأل كوكا انه يعني البنت تغش الراجل وتضحك عليه، لا بالعكس، البنت مهم يكون عندها ثقة بنفسها. وانا بقول البوتوكس هي من الاشياء اللي جدا سهلة ومنا مأذية. الهدف هو تهذيب الشكل. البوتوكس منا مادة حاقنة، يعني ما فينا ننفخ الشفاف بالبوتوكس. البوتوكس يستعمل في منطقة الجبين لإزالة التجاعيد، لا بل لإعطاء النظرة المرتاحة للإنسان. ما في وجه جديد كامل، مثل ما عم تسأل نورا إدريس. الوجه ما لازم يكون جديد، لازم تكون السيدة تتمتع بوجه عندها ثقة فيه. المصالحة مع الذات هي أهم شيء بالجمال. بقول أنا إذا كان هالبوتوكس بده يخلي الإنسان يصير عنده ثقة بنفسه أكتر ويكون متصالح مع ذاته أكتر، منه غلط أبدا إنه نلجأ للبوتوكس، لأنه صحي، ما بيأذي، زيرو سايد إفكت. لكن لازم نعمله عند جراحين تجميل كفؤين يعرفوا كيف يستعملوا هالمواد. البوتوكس وسعره مثل ما عم تسأل أميرة أياد، بيختلف بالسعر بين مادة ومادة. أكيد المادة الأمريكانية اللي انعملت عليها دراسات المقاولة من قبل FDA هي أثمن وأغلى بالسعر من المادة الصينية أو الكورية، والمناطق التي تحقن فيها البوتوكس بتختلف. يعني اليوم إذا بدي استعمل أنا للجامي سمايل البوتوكس، هي أرخص من الجبين يلي هو بحد ذاته أرخص من حقن البوتوكس تحت الإبط للتخلص من التعرق الزائد. يعني كل هالاشياء بتختلف. ما في حقن مؤخرة، رانيا وسيم عم تسأل. البوتوكس برجع بقول هي مادة بتشتغل على وقف وشل العضل، يعني ما بيفعود في عنا تقلصات عضلية بأي منطقة بنحقن فيها البوتوكس. كرمال هيك تختلف التقنيات وبتختلف طريقة حقن البوتوكس قديش لازم يكون دايليوتد. البوتوكس هي مادة غير حاقنة، منا فيلر البوتوكس كرمال، لكن غالبا بيكون ببيروت ودبي. أكيد ما في أفضل من خلق الله سبحانه وتعالى. الإنسان جميل بأخلاقه، أكيد جمال الإنسان بأخلاقه هو كتير مهم، لكن الشكل الخارجي بيلعب دور كتير مهم. اليوم
مع تطور الصورة صارت الصورة تلعب دور كتير مهم. اليوم بدي أسأل آمنة سعودي، هل أنت بتوظفي شوفير عندك يكون شكله عنده شفة أرنبية والله دينين طالعين لبرا، ولا كله يمكن سنينه مجويين سود، ولا بتفضلي ترتبيه؟ يعني بس بحب تجاوبيني إذا بتفضلي يكونوا سنينه كلهم مجويين وما بيفرش سنينه وما بيهتم بشكله الخارجي ويتحمم، بقى يعني أنت فيكي غلط. لازم الإنسان يرتب الشكل الخارجي ويهذبه. أكين من النظافة يلي هو الجمال بيبدأ بالنظافة. جمال الأخلاق هو الأساس، وأكيد ما بعتقد في حدا عنده جمال بأخلاقه بيقبل أنه شكله يكون مكركب ولا شكله مش مرتب أو مش مهذب. ما بالضروري يلجأ لشد الوجه، ما بالضروري يلجأ للبوتوكس، لكن خلقة الله لازم نحافظ عليها. هيدا هو بنفهم مفهوم الجمال من هالمنطلق. الرب جميل ويحب الجمال، وإذا كان إنسان بفكر غير هيك بيكون هو يمكن في عنده غلط بشي محل معين. أنفي مكسورة ويش لازمها؟ اليوم الأنف بنقدر نعالجه بتقنية جدا بسيطة اللي هي بالليزر. عملية بتستغرق ربع ساعة من الوقت، منا بحاجة للبنج العام، منا بحاجة للمكوس بالمستشفى. بخلال هالربع ساعة بنقدر نصلح العظم، نشيل الغضاريف يلي ظاهرين للخارج، نقدر نتخلص من الانحراف الوتيرة الموجود بالأنف. كذلك بنقدر نعدل المشاكل الموجودة مع تقدم السن، لأنه مثل ما بنعرف الأنف في عظم وفي غضروف. العظم بيكبر لعمر 18 سنة وبيوقف، بينما الغضروف بضل يكبر 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 ليموت الإنسان. كرمال هيك وقت ما بنلجأ لعملية تصحيح الأنف بالليزر بنقدر نتخلص من الغضاريف المتضخمة بالأنف، وبيصير عنا أنف أنعم وما بيعود يكبر مع مرور الزمن. هل الدكتور يصغر حجم الثدي؟ يا مريم أكيد أنا بصغر حجم الثدي عند الناس اللي عندهم صدر كبير وطايح، لأنه بتمنى على البقية يسمعوا شو هو التجميل. تصغير الثدي هي مشكلة كتير كبيرة صحية، ما حدا بحس فيها إلا اللي عندهم صدر كبير، يلي تقل الصدر ووزنه أثر سلبا على كتافهم، صارت حمالة الصدر تفوت بكتافهم، صار عندهم ديسك برقبتهم وديسك بظهرهم، وصار عندهم مشاكل صحية. يا ريت تقدروا تتفهموا وضع هالناس يلي بيلجأوا لعمليات تجميل بحثا عن صحتهم. بدي اياكم تفهموا هيدا الوضع. التجميل مش كله يلي مثل ما بتعتقدوا نفخ الشفاه ونفخ الخدود، هالاشياء اللي هي انا بعتبرها تشويه. لازم نتوصل انه نتفهم بعض. اليوم التجميل اذا كنا عم نصغر صدر ما هو الا للتخلص من الالام المبرحه اللي منعيشها بحمل الصدر الثقيل. بليز عنوان العياده ورقم التليفون يا بيسي. انا موجود ببيروت على رقم التليفون 00961 452 4444 أو 00961 306 4444 أو بدبي موجود على رقم التليفون 3350 كرر 00971 50 515 3350. أنا عندي جيوب دهنية تحت العين، أكيد يا مها الكوكاني. الجيوب الدهنية تحت العين لهم علاج جدا بسيط اليوم بالليزر. بنقدر من خلال الليزر ندخل لداخل الجيوب الدهنية ونستأصلهم
منا بحاجة للبنج العام، تستغرق 5 دقائق كل عين وبنتخلص من هالمشكلة يلي إذا ما زبطناها بتصير تتنفخ يوم بعد يوم وتأثر لمشاكل سلبية وتنفخات تحت العين، وبتعطي الوجه كأنه تعبان والإنسان مبين كأنه محشش، يعني بيبقى واعي من النوم بالصبح وعنده مشاكل. اللغط بعد مرور الوقت رح يصير ترهلات. أكيد يا روسي إذا ما عملنا العلاج بصير في ترهلات. اللغط الممتلئ له حل أكيد، ولازم الحل يكون على عمر مبكر من خلال استعمال الليزر. نقدر نتخلص، ندوب الدهون موجودة باللغط، نستأصلها لبرا ونشد البشرة بنفس الوقت، وهيك بنكون تخلصنا من هالمشكلة يلي كتير من الناس بيعانوا منها. مع انه السيدة فيروز غنت يا عاقد الحاجبين، فيش احلى من الطبيعة وجمال الرباني. سامية حداد، يا عاقد الحاجبين، بقى انت خليكي عاقد الحاجبين اجمل. مهم تكوني مرتاحة، ما تسمعي لحدا، مهم انت تكوني متصالحة مع ذاتك. وغنت للفيروز للي عن شادي وقت ما ضاع، وغنت فيروز روح وما تجي، انه غنت كتير اشياء في واحد ياخدهم بنظرة تانية. يعني المهم الانسان يكون متصالح مع ذاته. اكيد كل سن وعنده جميل، وانا بحترم هالشي وبحترم كل انسان عنده مبدأ وعنده مصالحة مع الذات. لكن بقول أنا يلي عنده مشاكل وعدم المصالحة مع الذات، إذا كان في إشياء بسيطة بتقدر تسعده بحياته منه غلط يقدر يعدل فيها. قديش مدة الحقن بتبقى ثابتة بالوجه؟ اليوم مثل ما بتعرف يا نسيم، مثل ما بتعرف ما بنستعمل إلا المواد القابلة للذوبان يلي مدتها بتتراوح بين 6 إلى 9 أشهر. هل يسبب ترهلات بعد فترة؟ أكيد لا. دكتور بليز طريقة لإزالة دمعة العين. يعني دمعة العين بدنا نعرف شو نتيجتها. هل في تسكير بالقنال تبع الدمع؟ هون بنقدر نفتحها عند طبيب العيون. التصبغات، هل يوجد حل؟ منار خوري، التصبغات مشكلة كتير كبيرة، علاجها جدا سهل إذا بدنا نزيل التصبغات، لكن إذا ما فكرنا إنه التصبغات نشيلها وما ترجع، هون ما في حل. كرمال هيك التقشير هو دمار للبشرة. بنقدر من خلال التقشير نتخلص من التصبغات موجودة، لكن وقت ما بنوقف التقشير بترجع التصبغات، وهيدي مشكلة كتير كبيرة لازم يكون لها علاج. وبعد للأسف لتاريخ اليوم ما صار في علاج لها. جوهر المغرب، دكتور الله يجزيك الخير، علاج دمعة الخد. علاج دمعة الخد أو ما يعرف بالكوكايين لاين، خط الكوكايين، عادة اللي بيشربوا كتير كوكايين بيصير عندهم هالخط. نقدر من خلال الحقن والكاربوكسي ثيرابي نخففهم لدرجة 60-70%. أسماء ممون، جفن العين شو علاجه؟ أكيد مثل ما بنعرف في عنا الجفن العلوي والجفن السفلي. الجفن العلوي وقت ما بيصير في تنفخات وجيوب دهنية بنلجأ لاستئصال الجلد واستئصال الجيوب الدهنية، وبنقدر بنفس الوقت نفتح العين تطلوع لحتى تعطي العين الشابة المشرقة. أما فيما يخص الجفن العين السفلي، إذا ما كان في جيوب دهنية لازم نلجأ لعلاجها على سن مبكر، وهيك بنتخلص من الترهلات اللي معقول تحصل مع مرور الزمن. لكن الوقاية خير من قنطار علاج. نلجأ للعلاج بالبداية لحتى ما يصير في ترهلات ويصير بدنا عمليات أكثر بالمستقبل. انظروا إلى هيفا وهبي كيف بدت بعد هذه العملية. أكيد بينت جميلة، لأنه هيفا وهبي بتمتع بجمال خارق، حتى طلعت من بين أجمل 10 نساء بالعالم. يعني إذا كل العالم
قالوا عن هيفا وهبي انه هي جميلة. ما بعرف كيف بعض الناس يمكن بدها تعلق بطريقة غير مزبوطة. انا من الناس يلي بفتخر او I'm really so proud انه تكون هيفا وهبي لبنانية، لانه فعلا هي فخر للجمال اللبناني. منال القادري: دكتور لو سمحت كل ايمتى لازم نحقن بوتوكس؟ مش لازم نحقن بوتوكس عند الناس يلي ما عندهم تجاعيد، لكن عند الناس اللي عندهم عقدة الحاجبين ولا عندهم كتير اكسبريشن بوجههم مبالغ فيها، بنقدر نحقن بوتوكس كل 6 اشهر على مرتين 3 ومنوقف، لانه التجاعيد بيكونوا كتير خفوا. شو حل التصبغات؟ كنت خبرت انا عن التصبغات انه التقشير هو دمار للتصبغات، مع العلم انه كل اطباء الجلد كلهم بيعملوا تقشير للتصبغات، لكن للاسف بيرجع التصبغات بطريقه اكثر من ما كانت عليه. ممكن للبطن المترهل من الولاده خاصه القيصريه ان يرجع كما كان بواسطه الرياضه دون اللجوء للجراحه؟ لو سمحت الاجابه انه اكيد البطن اللي بينتج من وراء الولادات المتكررة نتخلص من الجلد الزائد، نرفع المهبل وننحت الخصر بنفس الوقت. عم تسألني عن البوتوكس هل له مدار؟ أكيد برجع بقول إذا كان مقونا من قبل ال FDA وإذا كان موجود بأيدي ناس كفؤين المدار كتير بتخف حتى لدرجة إنه قد لا تذكر. دكتور شو زار إبرة بيبي سكين البيبي سكين هي علاج للبشرة بيقدر يعطي اشراق بالبشرة، تراوح سعره بين 800 ل 1200 دولار عادة، وغالبا نلجأ لحقنتين من البيبي سكين بيكون سعرهم تقريبا ب 800 دولار. شد البطن كم تكلف العملية؟ اكيد هون بتختلف الامور اذا في عنا فتق مع شد البطن ولا بلا فتق، لكن بتبلش عادة العملية كلها سوا مع نحت الجسم، لانه بهالعملية بنعمل 5 عمليات: رفع المهبل، نحت الجسم، شد البطن، تغيير محل السر، تظبيط الفتق، وشفط الدهون والمشدات لازم يلبسها الانسان. بتبلش بحدود ال 10,000 دولار. بدنا نسأل عن التشققات البيضاء شو علاجها؟ وعم تسألني كمان بأي بلد موجود. سلمى النجار: أنا موجود غالبا ببيروت وبدبي، وأقل وقت بكون بباريس وبسويسرا، وبجري عمليات بكل البلدان. عم تسأليني عن العروق الدموية. عن العروق الدموية اللي موجودة بالوجه اليوم، العروق هي كناية عن الوردية يلي من خلال الجلو ليفت بنلاقي انه عم تتحسن تدريجيا يوم بعد يوم، او في عنا ليزر بنقدر نحرق هالعروق من دون ما نحرق الجلد ونأذيها. دكتور العروق الدوية حول العين. عم تسألني عن ممكن حقن الدقن زينب. الدقن كمان فينا نحقنه بمادة خاصة لإله تقدر تعطينا شكل أجمل، منحوت أكتر، نقدر نطلعها لبرا، نقدر نخليها تكون مراوسة، نقدر نعرضها بشكل إنه يتأقلم على بعضه. ثانك يو يا نضرة، كلامك صح وجميل. أهوار تجي لبغداد؟ يا ريت. لا والله أنا ما بروح على بغداد. أنا موجود بالمستشفى الخاص فيي ببيروت، وموجود كمان بدبي جنب أوتيل فور سيزن على الجميرة. أنا بسمع إنه الليزر حل مؤقت. نجاة القيسي: مظبوط، الليزر حل مؤقت
إذا كنا عم نحكي عنه على صعيد الوجه، لأنه أنا ضد الليزر لاستعمالات الوجه. أنا مع شد الوجه مرة واحدة لأنه بيضاين 15 سنة وما بيغير بشكل الإنسان وبيبين الشكل طبيعي. المنطقة اللي تحت العين مجهدة وفيها تخثف، شو علاجها؟ اللي تحت العين هي منطقة كتير بتأثر على شكل الإنسان، بتقدر تبينه مرتاح، بتقدر تبينه تعبان، بتقدر تبينه منهمك، حسب التنفخات والحفر اللي بيكونوا تحت العين. كرمال هيك لازم نقدر نعالجها بطريقة حتى تأثر إيجابا على نفسية الإنسان من خلال التعليقات اللي بيتعرض لها وتؤدي إلى إحباطه. مساء دكتور، ممكن أسأل عن عملية تنحيف البطن والبنج الموضعي، كم تكلفتها ولا؟ اليوم نحن بنلجأ إلى حقن البوتوكس بالمعدة للتخلص من الوزن الزائد، وهالشي بيتم من خلال النادور يلي من خلاله بنحقن البوتوكس بحيث المعدة ما بيعود في تقلصات للمعدة. هيك وقت ما بناكل بدل ما المعدة تطحن الأكل بساعتين، الوقت تبقى 10 ل 15 ساعة للطحنون. هيك بيبقى الأكل بالمعدة أكتر، ما بنعود نجوع، ما بنعود ناكل، وبنصير نضعف تباعا. طريقة جدا سهلة، بتستغرق 5 دقائق من الوقت وبتغير لنا حياتنا ومجرى نظامنا الصحي، وبنصير نكبر من دون أي مشكلة. اليوم وقتنا انتهى لليوم، بنترككم نهار الثلاثاء الجاي مع أسئلتكم الحلوة كتير يلي بنقدر نستفيد منها كلنا، ونقدر نوعي العالم لتجنب الأخطاء اللي معقول تصير بالجراحة التجميلية. بقى بقوا معنا كل ثلاثة عبر فيسبوك نواعم ولو LN.TV. لاقونا. ثانك يو.